السلام عليكم، اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناه شهوة ليلى ام ندى. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وكيف العاده صلوا على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. سمحوا لي على التعطيله، صراحه خارجه على الاراده ديالي. معليش، ان شاء الله تكونوا يا ربي بخير وعلى خير، وهذا الشهر ديال رمضان يدوز عليكم توا بصحه بالسلامه، وهاد الايام الاولى تكونوا دوزتوها بخير وعلى خير، ويتقبل منكم ان شاء الله ربي الصيام والقيام وصالح الاعمال. اليوم بغيت نشارك معكم واحد اللي كيش جربتهم، غزالين البنات، فنين بزاف، روعه. لف لاباط ديالهم، لف الحشوه، لف ديك لاباغايا، كيش فنين زوينين. نتمنى ان شاء الله يجربوهم، وانا متاكده اكيد غادي يعجبكم. مكونات بسيطه، العجينه من اسهل ما يكون، فقط تبعوا معايا الفيديو حتى الاخير. ما غاديش نطول عليكم، ندوز ان شاء الله المقادير وطريقه التحضير. فبالنسبه لمكونات العجين ان شاء الله، فانا هنايا عندي نص كيلو ديال الدقيق، يعني البيض طحين بوحديتو، يكون من نوعيه مزيانه. غادي نحتاج واحد اصفر ديال البيضه، معلقه صغيره ديال سنيده، وتقريبا عندي كاس ديال العنبه ديال الماء يكون بارد، يعني مخرجينه من الثلاجه. غنحتاج شويه ديال الملحه، والمكون اللي غادي يعطي واحد المذاق روعه اللي كيش ديالنا، اللي هي العطريه ديال الحوت. هنايا عندي ربعه ديال الزبده مقطعه طريفات صغار بحراره المطبخ، يعني ما تكون شي بارده بزاف وما تكون شي دايبه، يعني هكذايا تجينا سهله اننا نخدموها مع الطحين. فهادو هما المكونات، وانتم كتشوفوا مكونات بساط، ولكن كنحصلوا على واحد العجين اللي هو روعه. غادي ناخذ داك الطحين ديالي، غادي نضيف عليه ديك ربعه ديال الزبده. غادي نحاول انني هكذايا نخدمها بيديا حتى غادي ندخل ديك الطحين مع الزبده. غادي نضيف شويه ديال الملح، تقريبا واحد نص معلقه صغيره، وغادي نزيد عليها ديك المعلقه صغيره ديال السنيده باش كتعطينا داك اللون. غادي نبقى كنخدم هكذايا الزبده مع الطحين حتى غادي ندخل ديك الزبده كلها، يعني عندي يولي عندي واحد الخليط اللي هو مرمل، انتم على هذا الشكل هذا صافي. وانا كنخدم باطراف الاصابع، هادشي فاش قلت لكم الزبده تكون عندنا يعني هكذايا طريه لينه، ما تكونش قاصحه وما تكونش رطبه بزاف. هانتوما شفتوا الطحين ديالي كيفاش ولا. غادي نزيد عليه هنايا ديك العطريه ديال الحوت، تقريبا واحد المعلقه صغيره، كتعطيه واحد المذاق زوين بزاف. غادي ندير اصفر بيضه، هنا غادي نكتفي غير بالصفر، ما غاديش ندير بيضه كامله لانني هنايا باغا تقريبا بحال لاباط بغيزي، ما غاديش ندير صابلي، يعني نكمل بيضه كامله وتجيني بحال العجينه ديال صابلي. لا، غادي ندخل داك صفر البيض حتى هو في العجين، وغادي نبدا كنجمع باطراف الاصابع بالماء بارد، يعني يكون الماء مخرجينه من الثلاجه. علاش؟ كنعرفوا حراره ديال الليد، يعني هكذا مع الزبده راه تذوب لينا الزبده في يدينا، فداك الماء البارد كيخلي الزبده ديالنا تبقى طريه والعجينه تبقى طريه، ويعني وهكذا فاش كنطيبوها ونطلقوها كنبقاو نحصلوا يعني على ديك الطبقات ديال العجين بحال خادمين بلا بات فيد، يعني ديك الزبيده كتبقى لينا هكذا مازال طريه، وكتخلي لينا العجينه ديالنا ولا هذا من بعد ما كطيب كتبقى لينا مقرمشه. هنايا غادي ناخذ ديك العجينه ديالي كيف قلت لكم جمعتها غير بالطرف ديال الاصابع، غادي نجمعها وغنحطها في واحد الثلاجه، تقريبا نحطها في الثلاجه تقريبا واحد نص ساعه ولا ساعه. الا كنتو مزروبين، ما كنتوش مزروبين فممكن تخلوها ليله كامله في الثلاجه، فهكذا ديك الزبده كتعاود مازال تجمع وكتجينا سهله اننا نخدموها. على ما غادي تبرد لي العجينه غادي ندوز باش غادي نصاوب الحشوه ان شاء الله. هنايا عندي تقريبا واحد 3 ديال البصيلات ديال البصله خضاريه اولا البورو، ديروا اللي عندكم. وغنحتاج واحد البصله حمراء مقطعين صغار، غنضيف عليهم واحد المعلقه ديال الزبده، شويه ديال الملح وشويه ديال الابزار، وغادي نخليهم كيتشحروا حتى غادي تنزل لينا ديك البصيله مزيان ديك الزبيده هكذايا باش كتجينا ديك البصله، كتجينا ديك البصيله هكذايا معسله. غادي نخلي البصله حتى غادي تنزل مزيان صافي. هنايا من بعد ما نزلت فانا غادي نزيد عليها صدر ديال الدجاج، تقريبا واحد 400 غرام اولا نص كيلو قل 100 غرام هكايا، نتوما ديروا الكميه اللي بغيتو، مقطعه شرائح طوال. فممكن تضيفوا الكفته، ممكن تضيفوا الطون، ممكن يعني اللي كاش ديك الحشوه ديالهم كتكون مختلفه، يعني كل واحد والموجود عنده. انا هنايا اختاريت ندير صدر ديال الدجاج، غادي نحركوه هكذايا مزيان حتى غادي يطيب ليا داك الدجاج. يعني نعرفوا كيف قلت لكم طاب غير في ديك المليحه وداك البزار.
من بعد ما طاب ليا داك الدجاج فانا هنايا غادي نزيد عليه شامبينيون ديال شامبينيون معلب. الا عندكم داك الفطر الطري فكان احسن، حتى هو الصراحه كتجيبيه روعه بزاف. انا ما لقيتوش، كان عادي بيتيكم في كارفور، مع الاسف ما لقيتوش. جربوه بالفطر الطري كيجي غزال بزاف. غادي نخلي داك شامبينيون حتى هو حتى غادي تشرب ليا ديك النسمه ديال البصيله مع الدجاج وهذا. هانتوما شوفوا هنا الخليط راه عليه نطاب، وغادي نزيد عليهم شويه ديال لادان فومي او داك لادان مدخن، لكم الاختيار. يعني كل ما كنزيدو كنحلقوا على الحشوه، فحنايا كنحصلوا على واحد الحشوه اللي هي كتكون زوينه. حتى هاد لادان مدخن عطاه واحد المذاق زوين بزاف، فانا شفتو درت غير كميه قليله، فداكشي اللي متوفر عندكم خدموا به. صافي هنايا غنخلي الحشوه ديالي تبرد وغادي ندوز للعجين. هنا العجينه ديالي من بعد ما بردات فانا غادي نقسمها على جوج. هانتوما شوفوا واخا بردات كتبقى هكذايا مازال لينا طريه. غادي نقسمها على جوج، وغادي نوضع واحد الكره ما بين جوج ديال البلاستيكات على هذا الشكل هذا. يعني كندير هذه الطريقه باش انني كنتفادى ما نوضعش الطحين بزاف وتعاود تقسح لي العجينه. كنديرها على جوج ديال البلاستيكات وكنطلقها على هذا الشكل هذا. هانتوما شوفوا السمك ديالها، يعني ما تكونش رقيقه بزاف وما تكونش عاوتاني غليظه بزاف، فحاجتنا فواحد لاباط اللي تكون يعني مناسبه في التعمر. بالنسبه لي مول هادو ديال الكيش ولا البيتزا ولا هذا، فانا اختاريت هادو. كاين هذا الشكل هذا المربع وكاين الشكل اللي داير، فانتم لكم الاختيار، اختاروا الطويصات هادو، يعني داكشي اللي متوفر عندكم. صافي غادي نستفهم على هذا الشكل هذا باش غادي نبقى نخدم طلقه وحده، يعني بلا ما نعمر كل وحده اولا نقطع كل وحده بوحديتها. فانتم ديروا بحال هذه الطريقه هذه، فراه كنخدموا يعني بكل اريحيه، وتنخدموهم يعني كنخدموا واحد الكميه كبيره في وقت واجز. هانتوما شوفوا كنخدم وانا كنهز شويه العجينه وكندخلها لداخل باش كنضمن انني راه العجينه غادي توصل لي الجوانب، وما غاديش يعني ما غاديش تدخل لي العجينه لداخل، يعني الجوانب ديالها يهبطوا، يعني كتبقى العجينه لاصقه كيف ما حطيتها وكيف ما كتبقى حتى فاش كطيب. صافي هنا غادي ناخذها وغادي نبرك هكذايا بهذه الطريقه على الجوانب باش كنثبت ديك العجينه مزيان، يعني والعجينه كتاخذ الشكل ديال هاد الليمون هادو اللي انا حطيت فيهم. ونفس الطريقه باش غادي نخدم ليمون اللي دايرين حتى هما راهم ساهلين. بحال هكا فاش نكونوا طالقين العجينه ومثلا العجينه ما وصلت ليناش للطري، فممكن هكذايا نقطعوا ونلصقوا، فراه ما تيبان حتى شي حاجه، غير اننا نضغطوا عليها مزيان ونحاولوا نشاركوا العجينه باش ما كيبانش داك العيب ديال ديك التلصيقه اللي لصقنا. كنا ناكد اننا نضغطوا عليها. صافي هنايا انا ضروري ما غادي ندخلهم للثلاجه تقريبا حتى هما واحد من 15 حتى 30 دقيقه، يعني الساعه. غادي نخرجهم وغادي نثقبهم هكذايا بالفرشيط. فانا بصراحه ما كنوضع عليهم لا لوبيا لا حمص لا زعما شي حاجه هكذا نتقلها عليهم باش ما يتنفخوش. بصراحه ما كيتنفخوش ليا، يعني كيف ما كنحطهم كيف ما كنخرجهم من الفران، يعني فلا داعي. غادي ندخلهم للفران على عافيه ناقصه. غادي نطيبهم من الفوق حتى غادي يشدوا ليه راسهم من التحت، وغادي ننزلهم لتحت فقط يشدوا راسهم من الفوق على ما يوجدوا لي ان شاء الله. فغادي ندوزو باش غادي نصوبوا ديك لاباغيه كيش اللي غتكون من الفوق. غادي نحتاج ليها شويه ديال الملح وشويه ديال البزار، واحد 4 ديال الحليب، عندي 3 ديال البيضات، وعندي الفرماج، اختاروا اي فرماج. بالنسبه لهاد لا كريم فريش البنات فانا كناخذها بيم، كتعجبني بزاف، كنخدم بها الملح والحلو، دايره 8 ديال الدراهم، انا كتجيني اقتصاديه. ما كايناش فممكن يعني ممكن تستعنوا بالحليب فقط، وإلا كانت راها زوينه كيف قلت لكم كناخذها يعني بثمن اللي هو مزيان صراحه عمليه. غادي نصاوب دوك 3 ديال البيضات، غادي نحطهم وغادي نزيد عليهم ديك 4 ديال الحليب، غادي نزيد شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار. بالنسبه للبنات العجين فانا ما خدمتوش كامل، مازال ان شاء الله يعني نقولوا خدمت غير بالنص، هو اللي عمرت به دوك
دوك الطويصات ديالي. فانا باقي عندي نص الاخر، غادي نحاول مره اخرى ان شاء الله نصاوب معكم كيش بحجم عائلي. هنا بالنسبه لداك لا كريم فريش اللي درت، فتقريبا غير نص ديال العلبه. غادي نحرك مزيان هاد البيض وهاد العناصر هذه كلها، ومن بعد غادي نزيد داك الفرماج ديالي. عندكم الجبن ممكن تزيدوه بالاضافه للفرماج. يعني هاد الوصفه كل ما غنيتوها كل ما كتجي مزيانه. هنايا انا عندي هاد الفرماج هذا. ديروا الفرماج اللي يعجبكم، ديروا حكوا شويه الموتزاريلا مع هاد الفرماج ايدام ولا المهم اللي كاين. هنا من بعد ما طابوا الطويصات ديالي، هانتوما شوفوا ديك الكيش ديالي، شوفوا يعني كيبقى بيض غير وكان تيشد راسو. غادي ندوز دابا باش غادي نعمرهم. يعني ما نحاولش نعمر بزاف لاني مازال غادي ندير داك الخليط الفوقاني، وفي الفران مازال غيتنفخ لانه فيه البيض، فما نعمرو شي بزاف. وهكذايا من بعد ما يتنفخوا يسيحوا لينا من الجوانب، وهذا كل وحده غادي ندير فيها القياس. كيف قلت لكم العجين انا راه مازال عندي تقريبا نصف الكميه ديال العجينه. غادي نحاول انني ان شاء الله كيف قلت لكم مره واحده اخرى نصاوب فيها كيش عائلي، وليني بحشوه واحده اخرى. بديك البصله الخضريه البنات الريحه ما نقولش لكم كيفاش دايره. غادي ندوز دابا باش غادي نكب عليهم داك لاباغياكاج، داك الخليط الفوقاني كيجي زوين زوين غزال بزاف. انا هاد القياس اللي درت فراه كفاني لهاد الطبيصات كاملين اللي عندي. هنايا الفران عندي راهو باقي مشعول، يعني بقى الفران سخون. والملاحظه انهم يعني حاولوا توجدوهم على اتساع، كيبغيو الطياب على نار مهيله، يعني بحال كنطيبوا لاباط فيتي باش الطياب كيدخل لينا لديك لاباط من الجوانب ومن التحت، ويعني تاخذ هكذا حقها في الطياب. نعطيوها الوقت ونقصوا عليها البوطه حتى كيتحمروا لينا من التحت ومن الفوق. هانتوما شوفوا الشكل ديالهم. يعني انا كيف قلت لكم ما عمرتهم شي بزاف. ممكن هنايا ديروا اضافه تزيدوا المعدنوس او لا، فتيبقى هذا هو الشكل ديالهم من بعد ما طابوا. ما نقولش لكم البنات الريحه ديالهم كيفاش طالعه، فنه بزاف. ديك لاباط جات مقرمشه بزاف، بحال اللي مصاوبه بلاباط في يدي كيف قلت لكم. نتمنى ان شاء الله هذا الكيش هذا يعجبكم وينال الرضا ديالكم وجربوه. فاكيد كيحتاج تجربه. ليمول ديروا اللي بغيتوا اللي متوفر عندكم، راهم كيجيو صراحه رائعين. وكنقول لكم اللي كاينش عندهم حشوات مختلفه فممكن ديروا داكشي اللي موجود عندكم في الدار. انا عجبوني بزاف، جاو كيحمقوا الصراحه، جاو فنين. هانتوما شوفوا العجينه ديالهم كيفاش كتجي رطيطبه، وديك لافارس من الوسط كيفاش كتجي، وتيجيو هكذا محمرين بداك الفرماج والبيض اللي درنا عليهم من الفوق. حتى لهنا كيكون لا فيديو ديالي سالا. نتمنى ان شاء الله الوصفه ديال اليوم تعجبكم. وحتى لهنا كنقول لكم مره واحده اخرى رمضان مبارك سعيد، والى فيديو واحد اخر ان شاء الله. مع السلامه.